السلام عليكم يا شباب، لعلكم بخير. النهارده ان شاء الله معانا يعتبر كده المحاضره رقم 7 في منهج ماده الكارديو، او المحاضره رقم 6 بقى على حسب ما تسميها، اللي هي مهم محاضرات دكتور خالد، محاضره الكارديو فاسكولار هيستوري تيكن. طيب المحاضره دي يا دكتور هنركز فيها على ايه؟ الدكتور طبعا قال لك تركز على 4 مواضيع، اللي هم ايه بقى يا دكتور؟ اللي هم الهيستوري والديزنيا والشيستبين والبالبيتيشن. يبقى دي المواضيع الرئيسيه اللي هنبدا نتكلم عليها ونفصل فيها اكتر بملحوظات الدكتور، وكده كده كل حاجه الدكتور قالها في المحاضره هنقولها هنا النهارده ان شاء الله. في البدايه يا دكتور بيقول لك ده فيز واحد، بيقول لك اول مرحله كده اسمها انبيشنت فيز. بيقول لك البيشنت هو موجود في المستشفى في الهول واي، بيقول لك في الغرفه بتاعه العمليات، طلع منها كده بدا يتمشى في ممر المستشفى. وذا فيزيكال ثيرابي فولوينج باي باس جرافت او باي باس سيرجري، يبقى هو ممكن يكون عامل كورونري ارتري باي باس جرافت اللي هي عمليه الكبج، فاتح كده اوبن هارت وبعد كده بدا يتمشى. تمام. طيب بيقول لك بالتطور كده في الكاردياك ريابيليتيشن وتاهيل القلب، العلاج الطبيعي ما كانش ليه اي دور. بيقول لك وبحلول سنه 1940 بدا العلاج الطبيعي يبقى ليه 3 ل 5 دقائق من التدخل مع العيان ده، ان هو يمشيه كده في اول 4 اسابيع. ده التطور اللي بيقول لك حصل في الفتره الاخيره يعني. فبيقول لك والله دي شويه اوبجكتيفز كده هنعدي عليها اثناء المحاضره، وشويه اجنده. هنبدا نتكلم اول حاجه على الابلايد اناتومي اند فيسيولوجي اوف ذا هارت. تمام. فبالتالي بيقول لك يا دكتور الهارت ده عباره عن ليفت فنتركل، بيقول لك ليفت فنتركل اللي فيه اولموست انتايرلي posteriorly اند رايت anteriorly. تمام. يعني ده معناه ان الليفت فنتركل ده بيبدا ان هو يلف زي ما بيسموها كده انتي كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز، بيلف عكس عقارب الساعه. بمعنى ان انت بتلاقي الليفت فنتركل موجود من هنا دكتور بيبدا يلف ايه عكس عقارب الساعه، يعني بيلف في الدايركشن اللي هشاور لك عليه ده. بص ازاي بيلف كده يا دكتور، بيلف كده الليفت فنتركل. فبالتالي بيبدا ان هو يقرب لي من الشيست وول من بره علشان احسه عند الابيكس. يبقى مين اللي بيتحس عند الابيكس؟ هو الليفت فنتركل. فبيقول لك ليفت فنتركل، بيقول لك اولموست انتايرلي بوستيريورلي، بيقول لك يعني هو اساسه بوستيريور ورا، لكن بيقول لك وكمان في الرايت انتيريور بيبدا ان هو يلف زي ما قلت لك على عكس عقارب الساعه. بعد كده بيقول لك ان الميوكارديوم is arranged in the complex spiral such as that contractions. بيقول لك causes الهارت to include او in elongate، يبدا الهارت ده يبدا يحصل له استطاله بسيطه كده. بيقول لك and rotately slightly، يعني الهارت ده يبدا ان هو ايه يلف اثناء الانقباض بتاعه لفه بسيطه برضه طبعا. بيقول لك hitting anterior chest wall and it does، بيقول لك ده فلت بالابيكس بتاع الهارت، اللي هو مين بقى اللي بيخبط ده يا دكتور وبيعمل لي الحاجه اللي بعملها في الابيكس؟ قال لك هو ده الليفت فنتركل من هنا ده. تمام. تمام. بعد كده دكتور قال لك ان الاول موفمنت از lubricated by the double layer in the cavity، اللي هو طبعا البريكارديوم والكلام ده كله. قال لك small very amount of fluids، بيقول لك بتخطي الهارت كده من الجوانب، بيقول لك البريكارديال ساك تلف حوالين الكاردياك كده في الكاردياك ساك، وفيها طبعا البريكارديوم والكلام ده كله. يقول لك ادي يا دكتور الكلام اللي قدامنا اهو. بيقول لك في عندنا العضلات العاديه بتبقى ستريت، لكن العضله بتاعه الهارت دي بتبقى كومبايند كده، عضلات كده مع بعض، ليفت فنتريكل على رايت فنتريكل والكلام ده كله. يقول لك مثلا يعني لو جينا اتكلمنا ادي ده عندنا هي الرايت اتريوم. تمام. وده هنا هيكون الرايت فنتريكل في المكان ده كله يعني، بس مش واضح مش عارف ليه بصراحه. هكذا بيقول لك ادي الليفت فنتريكل وادي الليفت اتريوم. تمام. وده هنا الاسوفيجاس من هنا، وده هنا الاورطه سندنج وديسندنج اورطه بقى والكلام ده كله على حسب الليفل يعني. بيقول لك بقى يا دكتور حاجه مهمه، ان انت عندك طبعا مين الرايت فنتركل زي ما قلت لك من هنا هو ده. فبالتالي الرايت فنتركل قال لك بيبدا يلف يا دكتور كلوك وايز. يعني بيلف ازاي؟ يعني قال لك لما نيجي نضرب كده والهارت يضرب، قال لك يقوم لافف بالشكل ده، يجي كده الليفت فنتركل يلف تحت كده. طب ده بيلف مع عقارب الساعه، لكن ليفت فنتركل يقوم لافف عكس عقارب الساعه، فاللفه بتاعته تقوم خابطه في الشيست وول، تحسه عند الابيكس. تمام. ده طبعا الحته اللي هتبقى ايه من قدام كده تقدر انت تقاسه عنها عادي جدا، ابيكس يعني. تمام. طيب ده كده بالنسبه للنقطه دي. قال لك الهارت طبعا بيبدا يلف انتي كلوك وايز، ده في العادي يعني الهارت ككل. بيقول لك علشان ليفت فنتريكل يعمل الابيكس بيت ويبدا انه يخبط ويبدا يرجع تاني ديبلي في مكانه. تمام. ده كده بالنسبه للنقطه دي. بعد كده بيقول لك يا دكتور الارترز والفينز، الشرايين والاورده اللي موجوده في الجسم. بيقول لك ان في شويه حاجات لازم نعرفها، ان لما يبقى في زلزال مثلا يا دكتور، بيقول لك الزلزال يجي الاول ولا التسونامي؟ قال لك لا، ده الزلزال يجي الاول بعد كده التسونامي ممكن يجي. يبقى ده معناه ان لما نشوف الدم بيبدا ان هو يتضخ في مكان معين، فمش معنى ان الدم ده اتضخ يبقى هو الدم اللي اتضخ ده من الهارت هو ده اللي وصل عند مثلا عند الشريان وهو ده اللي عمل لي الخبطه. لا يا دكتور، قال لك ده هو في حاجه اسمها ايه البناء المتكامل، ان هو لو في حته معينه انت خبطت فيها قال لك بتسمع في الهارت كله، بتسمع في الجسم كله بشكل عام، والمفروض كله يسمع مع بعضه في نفس الوقت. فقال لك ايه معنى الكلام ده؟ قال لك تعالى نقرا ونفهم.
ويقول لك هنا بقى يا دكتور as a ventricle expels blood into the arteries، يعني لما الفنتركل ده يضخ الدم اللي فيه جوه الارتريز، بيقول لك it sends a pulse wave. خلي بالك اهو a pulse wave، يعني مش بيبدأ يبعت دم، لا هو بيبعت ويف، موجة كده من الايه، موجة بلس، يعني زي ما بنسميها كده ايه، موجة نبضية. تمام. والموجة النبضية دي بيقول لك تبدأ تروح للبريفري، للاطراف، بيقول لك that can be felt، ممكن تحسها. وبعد كده بيقول لك it is not actually blood of the blood، يعني ده مش actual flow of the blood، يعني ده مش تدفق الدم. مش معنى ان انا حسيت النبض مثلا في دراعي يبقى ده الدم اللي اتضخ في القلب دلوقتي وصل لدراعي، لا ده بيقول لك ده عباره عن ايه، عباره عن بس بريفري من البلس ويف، يعني موجه من الدم بس مش اكتر، لكن مش الدم نفسه اللي اتضخ من الفنتركل. بيقول لك at the contraction but pressure wave. تعالى بقى نفصل الحته دي شويه. قال لك يبقى يا دكتور انت ما عندك التسونامي ده بيجي، مش بيجي هو الاول، بيجي الزلزال قبله، فبالتالي نفس الموضوع. قال لك خبطه الدم في الشريان، قال لك بتبدا ان هي تعمل الايه، الويف او الموجه دي اللي بتبدا تخبط في الشريان، فبدل ما خبطت في حته في الشريان تبدا تسمع في الحته الثانيه واللي بعدها واللي بعدها لحد اخر صباعك الصغير بقى. فاهم انت الموضوع ده؟ قال لك ده مش معناه ان الدم اللي وصل لحد الشريان بتاع ايدك مثلا ده معناه ان هو ده الدم اللي اتضخ من القلب، لا ده ويف، كل الويف دم اللي من ورا بيزق اللي من قدام وهكذا لحد الدم ما يوصل للحته اللي بعدها وهكذا. فده اسمه بريشر ويف. قال لك البريشر از فيلت اجينست البون. عشان كده احنا بنقيس البريشر فين او بنقيس البلس فين لما نيجي نقيس؟ قال لك ما ينفعش على مصل يا دكتور، مش هتقيس بالويف لان النبضه دي مش هتقيسها، لكن لما بتزنق كده الارتري كده على بون زي مثلا لما بتعمل في الراديال الارتري، قال لك تعرف تقيس النبض فيه كويس جدا. تمام. طيب بعد كده قال لك blood flow as a much lower pressure in the veins، يعني بيقول لك في الفينز كده الضغط بيبقى اقل خالص، ده ممكن يبقى 15 ملم ميركل ولا حاجه. قال لك فالبريشر في الارتر بيكون عالي جدا، 80 بقى و90 و100 و110 و120. بعد كده بيقول لك above the level of the heart، يعني فوق المستوى بتاع الهارت. طبعا انت كده الجرافيتي does most of the work، الجرافيتي هي اللي بترجع لك غالبا الدم من الهيد يعني والدماغ وكده، دي نقطه. قال لك طب وبيلو بعد كده يا دكتور اللي هو مثلا ايه، هنتكلم مثلا على بيلو ايه بقى من هنا البيلو الهارت، تحت الهارت بيقول لك ان البلاد ريتيرن is facilitated by the contraction of the muscle، انا كده عكس الجاذبيه عايز اطلع الدم من رجليا للقلب تاني، فبالتالي بيقول لك contractions of the muscle زي الكاف muscle والكلام ده كله. بيقول لك والله surrounding the deep veins، بيقول لك ده بيشتغلوا كحاجه اسمها second heart، يعني بيقول لك helped by numerous of the one way valves prevent the back flow، يعني بيقول لك ده الدم هيمشي في اتجاه واحد وهنمنع ان هو يرجع لتحت تاني، فدي بقى الميزه. وبالتالي للاسف طبعا الناس اللي عندهم varicose veins، الناس اللي عندهم دوالي، لازم نطور العضلات اللي عندهم في كعلاج طبيعي، نطور العضلات دي كويس جدا علشان نحسن القوه بتاعتهم مره كمان. ندخل دلوقتي بقى على الكلام الجد بقى، الكلام الجد اللي محتاج منك تركيز عالي جدا، وفي يمكن 3 4 ام سي كيو في الصفحه دي، فتركز فيها، صفحه مهمه جدا وسلايد من اهم سلايدات المحاضره ككل. تمام. يقول لك اول حاجه كده يا دكتور معانا ان الليفت فنتريكل constitutes the main cardiac muscle، وبيقول لك بالك اند سيبتم فولو الليفت فنتريكل. ايه معنى الكلام ده يا دكتور؟ بيقول لك ان الليفت فنتريكل ده هو اساس القلب كله، وهو كل حاجه، هو الكل في الكل، ولما تقول ليفت فنتريكل يبقى ده القلب، ولما تقول القلب يبقى ده ليفت فنتريكل، على طول الاثنين حاجه واحده. تمام. لدرجه ان هو قال لك ان السبتم اصلا اللي هو المفروض ان هو فاصل وجزء طبعا ما بين اللي هو ليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، المفروض ان هو فاصل ما بين الاثنين. قال لك تخيل ان الفاصل ما بين الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، بيقول لك ده المفروض ان هو يتبع اصلا الليفت فنتريكل، ده من كتر اهميه الليفت فنتريكل قال لك حتى الفاصل بيتبعه كمان. فده سؤال مهم جدا ام سي كيو، دكتور قال انا هجيبه في الامتحان. تمام. فبالتالي حاجه زي كده خلي بالك منها، يعني ده موضع الاسئله، هم على بعض كلهم في المحاضره حوالي مثلا 10 اسئله، فحاول تجمعهم كده، وادي اول واحد فيهم ان شاء الله. قال لك ان السبتم بيكون عباره عن فولو ليفت فنتركل نوت رايت فنتركل، خلي بالك من الملحوظه دي، اول سؤال. بعد كده بيقول لك ان البلاد سبلاي اوف ذا هارت ثرو ذا كورونري ارتريز، المعلومه معروفه طبعا، الكورونري ارتري الشريان التاجي بيبدا يغذي لك القلب. طيب بيقول لك coronary blood flow mainly during diastole، خلي بالك mainly during diastole، يعني القلب لما يجي يتغذى من الشريان التاجي بتاعه بيتغذى في الدياستول مش في السيستول، يبقى القلب في السيستول بيضخ الدم للجسم كله، لما يجي في الدياستول يتغذى ويستريح ويعبي والكلام ده كله يتم عليه. تمام. يبقى ده شيء كويس جدا. يبقى قال لك الليفت فنتركل طبعا ضد الرايت فنتركل، بيقول لك هما الاثنين طبعا اصلا بيشتغلوا مع بعض في نفس اللحظه، ده بينقبض ده بينقبض، لما ينبسطوا هما الاثنين يبدا القلب ده ان هو يتغذى، فده شيء كويس كده، فهمنا الدنيا دي.
طيب دلوقتي بقى ندخل على مستوى مهم جدا. قال لك يا دكتور هو ايه الفرق، ما تكتب ملحوظات بقى، تمام؟ دي ملحوظه كبيره شويه. قال لك يا دكتور ان القلب بيعمل سيستول ودايستول. طب القلب ده السيستول بتاعه ماشي ازاي والدايستول ماشي ازاي؟ علشان لو فهمت النقطه دي ترتب عليها كل اللي بعده، لو ما فهمتش هتضطر تعيد فتركز، تمام؟ بيقول لك يا دكتور القلب ده فيه سيستول ودايستول. السيستول لوقت معين، تكتب الملحوظه دي فوق، ليه 300 ملي ثانيه، تمام؟ 300 ملي ثانيه يتم فيهم السيستول، ودي ثابته في اي مكان في ايا كان النشاط اللي هتعمله. هتمشي، هتجري، هتتشعلق، هتنزل، هتنط، بص، هتنام، هتجري ماراثون، القلب هيعمل السيستول في 300 ملي ثانيه، لن تتغير مهما تغير الموقف طول ما انت انسان طبيعي، تمام؟ طيب يبقى لو دايستول يا دكتور، قال لك الدايستول لو انا هعمل 1 كاردياك سايكل يعني في 60 ثانيه كده، قال لك هشتغل كده بالقلب عادي جدا، او في ثانيه واحده سوري، يبقى في الثانيه الواحده الكاردياك سايكل هناخد 300 ملي ثانيه طبعا عشان السيستول، هدي الباقي للدايستول. طب الباقي هيبقى قد ايه؟ قال لك يبقى 700 ملي، يبقى ده معناه ان السيستول بيبقى في 300 ملي والدايستول في 700 ملي. طب يبقى ده ثابت في التايم؟ قال لك ايوه ثابت في التايم يا دكتور. طب ولنفرض قال لك انا عايز اقارن ما بين شخصين، واحد بالنبض بتاعه لما جيت اقيسه دلوقتي بالبلس اوكسيمتر لقيت ان هو طالع لي 60، واحد تاني جيت اقيس البلس بتاعه او معدل النبض لقيته 120 بيجري بقى وكده. قال لك يبقى قيس كاردياك سايكل في كل واحد فيهم. قال لك ده واحد يا دكتور الاولاني بيبقى نبضه 60 في الدقيقه، فبالتالي عادي جدا يبقى 60 نبضه في الدقيقه، يبقى النبضه الواحده في الايه يبقى الثانيه الواحده بينبض نبضه واحده، فبالتالي ده كاردياك سايكل 1 ثانيه. هدي 300 للسيستول زي ما قلنا ثابتين، كام فاضل للدايستول؟ 700 ملي ثانيه. طب تمام. طب لو شفت بعد كده الشخص اللي النبض بتاعه 120 يا دكتور، يبقى ده معناه ان هو في الكاردياك سايكل الواحده هقسم على قد ايه؟ هقسم على 60، او كده لما اجي اقسم على 60 لان السايكلايه الواحده بتاعه الهارت بتاعته بياخدها في قد ايه يا دكتور؟ بياخدها في نص ثانيه، علشان يعمل سايكل في 2 في 3 في 4 عشان يقدر يوصل ل 120 في الدقيقه، فبالتالي ده معناه ان هو بيعمل الكاردياك سايكل في نص ثانيه، على عكس اللي كان نبضه 60 كان بيعمل الكاردياك سايكل الواحده في ثانيه واحده، لكن ده 120 يبقى لازم نص ثانيه للكاردياك سايكل الواحده. فبالتالي لما نيجي دلوقتي نشوف يا دكتور اللي هيحصل، قال لك والله ده نص ثانيه. يعني ايه نص ثانيه؟ يعني ده معناه ان هو الكونتراكشن سيستول ودايستول مع بعض بيتموا في نص ثانيه. طب ده معناه ان انا هعمل ايه؟ قلت لك 300 ثابتين على مستوى السيستول، فبالتالي ال 300 بتوع السيستول ثابتين. طب والدايستول قد ايه؟ قال لك الدايستول هيبقى ليه 200 يا دكتور. انت متخيل يعني ايه الكلام ده؟ طب ده القلب يا دكتور بيتغذى في الدايستول. طب ده ايه معناه ان لما واحد يجري ويبدا نبضه 120 ولا 130 والكلام ده، ان الدايستول بدل ما كان 700 ملي ثانيه، يعني القلب كان واخد 700 ملي ثانيه يعني يعتبر 3/4 ثانيه بيتغذى فيهم، ده القلب دلوقتي مش ما واخدش على بعضه كده وربع ثانيه بيتغذى فيها. ده معناه ان البلاد فلو القلب هيقل. قال لك بالظبط كده يا دكتور، لما تيجي تعمل تاكيكارديا مثلا هتلاقي ان الدايستول التايم بتاعه بيقل، وده معناه ويز تاكيكارديا بلاد فلو تو ذا هارت ديكريز. ودي تاني سؤال ام سي كيو مهم جدا معاك يا دكتور، ملحوظه كامله شرحها الدكتور في المحاضره. بناء عليها لما انت كده فهمت خلاص ان مع التاكيكارديا لما حد يعمل نشاط القلب بيقل الدم اللي واصل له، فبالتالي طب ما احنا عايزين نزود الدم حضرتك للهارت، انت هتسيب الهارت يموت يعني؟ قال لك لا. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عمل لك ايه في الهارت؟ قال لك الاكسجين اكسكيرشن في الهارت، يعني استخدام او استهلاك الاكسجين في القلب بتاعك بيقول حوالي 70% يا دكتور. انت متخيل؟ يعني القلب بتاعك بيستهلك 70% من الاكسجين اللي واصل له. ودي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ أقول لك يا دكتور دي حاجة حلوة جدا، علشان أول حاجة طبعا القلب بياخد 70% بياخد نسبة كبيرة، فبالتالي لما بياخد قلب يعني لما بياخد الدم اللي واصل له 100%، فبالتالي هو واخد دلوقتي 70% من الدم ده، فده معناه إن هو واخد دم كتير جدا، فبالتالي لما أنت تيجي تعمل نشاط حضرتك والدم ده بتاع القلب هيقدر إن هو ياخد أكتر من كده. قال لك ده 70% ده بياخد كل الدم اللي واصل له تقريبا يا دكتور، تمام؟ وقال لك بعد كده السكيليتال ماسل بتبدأ إن هي تاخد 25%، تمام؟ فتخلي بالك من الكلام ده معلومتين منفصلين عن بعض يعني. بيقول لك القلب بياخد 70% من ال 100% اللي واصله له، لكن السكيليتال ماسل بتاخد 25%. طيب دي عليها ملحوظه؟ قال لك طبعا عليها ملحوظه وعليها سؤال ام سي كيو ثالث، تمام؟ فبالتالي بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك ان لو عضله مثلا زي البايسبس ولا الترايسبس، بيقول لك العضلات في العادي بتاخد 25% من الدم اللي وصل لها اللي هم ال 100%. طب لو العضله مثلا انت عملت نشاط، قال لك العضله عادي جدا تقوم مزوده لنا ايه؟ نو نيد مور بلاد سبلاي، مش عايزه بلاد سبلاي زياده، هي عادي جدا بدل ما كانت بتاخد 25% البايسبس مثلا، قال لك هتقوم واخده 40% 70% 100% لو هي عايزه، عادي بنفس البلاد سبلاي. لكن الهارت يا دكتور للاسف ما يقدرش ان هو يزود زي العضلات دي من 25% لحد 100%، لانه هو اصلا بياخد نسبه كبيره، هو في العادي بياخد 70. انت متخيل؟ فلما تيجي انت تعمل نشاط ما ينفعش تديله مثلا
150% بلاد سبلاي، مفيش، فاهم انت؟ فبالتالي انت اخرك 100%. طب يبقى انا اعمل ايه بعد كده يا دكتور؟ قال لك يبقى لازم تزود البلد في الهارت، لازم البلاد سبلاي ده يزيد. دي قاعده يعني ملهاش ايه مفر تاني. قال لك الهارت مش زي العضلات، لازم علشان ازود الكونتراكشن يبقى ازود البلد، لازم عشان ازود معدل الانقباضات واعمل نشاط يبقى ازود الدم اللي وصل للقلب ده بشكل ممتاز جدا، لان هو اول حاجه محتاج اكسجين، تاني حاجه الاكسجين ده هياخده من البلد، فلازم ما ادلوش الدم ده بس، لا لازم ازود له البري لود بتاعه علشان يقدر انه يعمل لي النشاط الكبير. وده كده يعتبر ثالث سؤال ام سي كيو، ان الكاردياك تو مور يعني تو جيت مور مثلا اكزيرشن فروم ذا هارت ماست جيت هاير فولدرز اوف اكسجين، تمام، او هاير فولدرز اوف بلاد، يبقى لازم اضاعف كميه الدم 3 4 5 6 7 اضعاف علشان اديها للهارت يديني مجهود اكتر. ده ثالث سؤال ام سي كيو معانا في المحاضره، تمام. بيقول لك بعد كده consequences if need more energy، بيقول لك عادي جدا العضله لو محتاجه طاقه زياده تاخد من ايه، من النسبه زياده، يعني مش كده زياده، يعني الناس تاخد نسبه زياده من الدم، مش هتاخد دم زياده من مكان تاني يعني، ولا هنزود لها البلاد فلو، لا ده هي عادي جدا الدم كده كده معدي عليها تاخد نسبه اكتر. ده موضوع بسيط جدا في العضلات. لكن الهارت زي ما قلنا بيقول لك انرجي برودكشن ان ذا مايوكارديوم از اوكسجين ديبندنت، يعني كل الطاقه اللي بتتعمل في الهارت معتمده على الاكسجين، وبالتالي بيقول لك ان الكاردياك فلو during الاكسرسايز انكريز 5 فولدز. انت متخيل؟ ده سؤال الثالث ام سي كيو معانا، ان الكاردياك بلاد فلو لما تيجي تعمل نشاط لازم يزيد يا دكتور 5 اضعاف. قال لك يعني هو لو في العادي وصل له نص لتر هيوصل له دلوقتي قد ايه يا دكتور؟ يوصل له نص في 5 يوصل له لترين ونص. انت متخيل؟ من نص لتر بقت ايه 2 ونص، حاجه ضخمه جدا طبعا. بعد كده بيقول لك نيرلي الاول كاردياك سيلز، بيقول لك بتبدا ان هي فاير، وبيقول لك الكوندكشن امبالسز اوتوماتيكلي، يعني ده معناه ان الهارت بيبدا ان هو انيشيت اتس اون بالس، هو اللي بيعمل الطاقه بتاعته بنفسه، تمام. فبالتالي دي الفكره بتاعتنا في الموضوع. قال لك ان مثلا لو الكاردياك في الطبيعي كان بياخد 20 ملي لتر، قال لك في الاكسرسايز هيبدا ياخد 100 ملي لتر. انت متخيل؟ زياده ضخمه جدا طبعا. دلوقتي بقى حاجه مهمه تخلي بالك منها، بيقول لك يا دكتور ان في حاجه هنا اسمها الانترستيشيال فلويد. يعني ايه انترستيشيال فلويد يا دكتور؟ قال لك انترستيشيال كومبوننت، يعني ده معناه انترستيشيال بين الخلايا. يعني ايه الاسم التاني ليها الانترستيشيال دي؟ قال لك والله ليها اسم تاني اللي هي اكسترا سيلولار فلويد. فانت هتكتب من هنا بقى يا دكتور ان الاكسترا سيلولار فلويد بتبقى كام لتر بالظبط؟ قال لك اهي يا دكتور 12 لتر. انت متخيل؟ جسمك فيه اكسترا سيلولار فلويد 12 لتر. طب وبعد كده لما اجي ابص على البلازما اللي في جسمي هتلاقيها 3 لتر. طب ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ قال لك الانترستيشيال فلويد اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو الانترستيشيوم يعني بين الخلايا، قال لك يساوي 4 اضعاف البلازما. وده سؤال ام سي كيو رابع معاك في المحاضره. خلي بالك احنا بص في اول 11 سلايد قلنا ها 4 اسئله ام سي كيو، تمام. اكسترا سيلولار فلويد از مور 4 فولدز اوف ذا بلازما، تمام. ده 12 لتر وده 3 لتر، 4 اضعاف. دلوقتي بقى بيقول لك يا دكتور ما تتجاهلش العيان، لازم تهتم بيه، ما تبقاش كده طبعا، لكن تبقى كده، ده الشكل الصح وده انت تتعامل مع العيان بيه، تمام. يبقى بالشكل ده تركز كده مع العيان، بص كده في عينيه لحد ما يضحك، واخد بالك، وبعد كده خلاص. بعد كده دكتور بيقول لك تعالى كده سؤال كويز كده بسيط، بيقول لك ان عيان بيقول لك اسكد ان ذا كاردياك ريهابيليتيشن، اتسالت في الكاردياك ريهابيليتيشن بروجرام علشان تعمل تقييم لعيان، بيقول لك في الاكسرسايز كاباسيتي بتاعته، التحمل بتاعه، بيقول لك ديورنج التريدميل مشيت العيان ده على مشايه، بيقول لك ديفلوب شيست ديسكومفورت، بيقول لك عنده الم غير طبيعي كده في الصدر، بيقول لك وانت عايز تكتب الريبورت بتاعك هل ده الم من الكاردياك من القلب ولا ان هو نون كاردياك بين. طبعا لازم يا دكتور اكون متاكد 100% من الحاجه بتاعتي، لكن بيقول لك ويل تيك رايت ديسيجن عشان ابدا ان انا ايه اخد الديسيجن بتاعي، فلازم اكون واثق 100% هل ده عيان كاردياك ولا نون كاردياك. فبالتالي يا دكتور بيقول لك ايه، بيقول لك which anonyms you prefer، بيقول لك ايه الاعراض اللي انت هتفضل ان هي هتقول ان العيان ده موجود عنده. قال لك بالظبط يا دكتور شيست ديسكمفورت، بناء على الكلام اللي هو موجود عندي من هنا ان هو عنده شيست ايه ديسكمفورت، تمام، عدم راحه في الصدر بتاعه. ليه بقى يا دكتور؟ هنتعرف طبعا، انا قلت ليه الكلام ده مش بس علشان الكيس يعني، لا ده ممكن انا اعرفها على العيان من غير ما هو يقول. طب ازاي الكلام ده؟ هنبدا نتعرف خلال الشرح. يقول لك والله يا دكتور في حاجه اسمها جنرال كونسيدريشنز، بيقول لك ان الكاردياك بين از فيزرال بين، الكاردياك بين ده بيكون الم داخلي كده في الجسم، مش بقيسه كده على الشيست تقول والله ده الم كده فوق مكان الهارت يبقى ده مشكله في الهارت، لا ده بيكون فيزرال بين. فبالتالي بيقول لك ديب سيتد، يعني ده مكانه جوه خالص، مش ستومك بين مثلا ولا الم في بطنك ولا حاجه زي كده. بيقول لك ده ممكن يكون ضل يا دكتور، حاجه مش محدده، حاجه انت ما تعرفش تحددها. لو قلت لك فين صباعك كده وريني الالم فين، مش هتقدر تديني صباعك كده على مكان معين، كانت لوكالايزد، دي الفكره بتاعته. طيب قال لك ايه بعد كده يا دكتور؟
قال لك it is important to consider all form of the discomfort. لازم تعرف كل انواع الديسكomfort since cardiac problems doesn't always cause pain. يعني مش دايما الكاردياك بروبلم دي تبقى موجوده يبقى ده معناها ان لازم يكون في الم، لا ممكن يبقى في كاردياك بروبلم وما يبقاش في الم. تمام، زي حاجه اسمها انجينا ايكويفالنت، اكتبها كده ملحوظه من فوق. دكتور قال لك انجينا ايكويفالنت يعني حاجه شبه الانجينا كده. قال لك بتيجي في الناس الكبار في السن، بيبقى في عنده ديزنيا بس ما عندوش الم، نو بين، فبالتالي ده معناه ان ممكن تضحك عليك. تمام، فمش شرط يكون في الم فمشكله في القلب. تمام، ممكن يبقى مشكله في القلب بدون الم عادي، تظهر عليه ديزنيا واعراض تانية هنبدا نقولها. بيقول لك the severity of the discomfort يعني خطورة أو كمية الإزعاج اللي الشخص ده حاسس بيها في صدره. بيقول لك doesn't correlate مش مرتبطة بشكل كبير بالسيفيريتي بتاعت الكاردياك بروبلم. يعني مش درجة إن هو مثلا معاه هارت فيلير مثلا مستوى أول اللي هو أكبر مستويات الهارت فيلير، بيقول لك مش شرط إن هو يكون عنده عدم راحة كبيرة، ده عادي ممكن يكون واحد بيتحمل وبالتالي الألم الكبير جدا بتاع الميوكارديال انفاركشن ممكن يبقى بالنسبة له عدم راحة بسيط. لكن واحد تاني فافي يجي يقول لك إيه يا دكتور ده أنا في عندي كل سيستايتس وعندي الم بسيط كده في الايه في البليار تراكت والكلام ده، يقعد يصرخ ويقول لك ايه ده انا عندي مشكله كبيره مع انه هو الم بسيط، يعني زي ستوماكيك مثلا ولا مغص يقعد يصرخ منه. فكل واحد على حسب التحمل بتاعه. يقول لك there are many other causes of this chest discomfort، في اسباب كتير جدا ممكن تعمل لي الشيست discomfort. فبيقول لك يا دكتور ان انت زي ما قلت لك كده واحد مثلا متعود ان هو تجيله المشكله دي، فلو جات له مايوكارديال انفاركشن هيستحملها عادي، لكن واحد تاني فافي كده لو جاله الم بسيط كده ولا التهاب بسيط هيقعد يصرخ. تمام، فبالتالي بيقول لك ان هو ممكن يكون حاجه خطيره. فاحنا ليه بنفرق الكلام ده؟ عشان نعرف مين نشتغل معاه من العيانين ومين نحوله لدكتور بشري. تمام، طيب بيقول لك هنا يا دكتور معايا حاجه اسمها اورتيك ديسكشنز. بيقول لك اورتيك ديسكشن معناه شرخ في جدار الاورطه اللي الدم بيقدر انه يعدي تحته لان في ضغط عالي جدا، اسمه اورتيك ديسكشن. بتبقى مشكله كبيره طبعا، الاورطه ده فرقع تقريبا يعني. تمام، يقول لك دلوقتي بقى الانجينا بين اعرفها ازاي؟ حاجه اسمها ايه؟ سقراطس طبعا، وسقراطس هبدا ان انا اعرف منه. قال لك الاس هبدا اشوف فيها السايت، وبعد كده الاو اللي هي الاونست او اللي هو المرض هيبدا ازاي، بعد كده السي عباره عن كاركترستكس المزايا بتاعته وكده، وبعد كده الار اللي هي كانت عباره عن الراديشن بتاعت البين او اللي هو راديتد تو بيسمع فين، وبعد كده الاي اللي هي عباره عن اسوشيشن او اليفيتد باي، والتي بعد كده اللي هي التايم والديوريشن، والاي اللي هي الاكسسربيشن، والاس اللي هي السيفيريتي. فبيقول لك يا دكتور usually possible to determine probable case او probable case of the pain with detailed history. يعني بيقول لك بالديتيلد هيستوري. الدكتور قال لنا في المحاضره ان 80% ممكن تشخص العيان ده من الهيستوري بتاعه بس. انت متخيل؟ من غير ما تعمل له اشعاعات ولا تقول له طب وريني الاشعه بتاعتك، لا ده بالهيستوري بس. تمام، فبالتالي بيقول لك distinguishes between serious and benign causes of chest pain is imperatively. بيقول لك ده معناه ان هي حاجه مهمه جدا وحاجه عاجله ان انت تعملها للعيان، تفرق ما بين الاسباب هل هي سيريس ولا هي بيناين، وطبعا هنشوف صوره في الاخر تلخص الكلام ده كله. فبالتالي يا دكتور بيقول لك ان بعضهم لازم تقول له ابعد عني على طول، العيان ده ممكن في اي لحظه تلاقيه مات قدامك وانت اللي تلبس الحاله دي. وفي ناس تانية طبعا بيقول لك طبعا ممكن ابقى ايه، بيقول لك تبقى كل الاشعاعات ممتازه والكلام ده كله، فتخلي بالك من الملحوظه اللي في الاول دي ان انت بتاخد على كلام العيان ديتيلد هيستوري. ممكن تاخد على كلام العيان لو قال لك انا مش مستريح والاشعه بتقول ان هو سليم، لا انا اخد على كلام العيان، دي اولويه بالنسبه لي. بيقول لك يا دكتور الدكتور عمل لك حاجه كده اسمها ناب اون ليفت اور رايت سايد. بيقول لك اللي هي النيتشر والاسوسيشن والبركشن اللي هي البرسيبيتنج فاكتور والانست واللوكيشن والراديشن والسيفيريتي. اقول لك سيبك من الكلام اللي مالناش دعوه بيه ده، هي خلينا بس في الايه سقراطس هي اللي هنمشي بيها يعني. تمام، قال لك والله يا دكتور اول حاجه هنشوف النيتشر اوف بين اللي هو طبيعه الالم ده عامله ازاي. قال لك والله طبيعه الالم ده هشوف فيها اول حاجه انجينال سيمبتومز، الالم بتاع الصدر ذات نفسه بتاع الهارت يعني بيعمل ازاي. قال لك ده بيكون بيرسيفد از ريتروسترنال شيست ديسكومفورت، يعني الم وعدم راحه ورا الاسترنم ورا عظمه القص، بيكون فيها الم وبيكون فيها عدم راحه وثقل كده على الصدر. العين يقول لك ايه؟ يقول لك بالظبط كده يا دكتور ديسكومفورت، يقول لك في حاجه مش مريحاني في صدري. تاني حاجه الهيفنس، يقول لك يا دكتور ده في ثقل في صدري. بعد كده التايتنس، يقول لك يا دكتور انا حاسس بضيق في صدري. بعد كده البريشر، يقول لك انا حاسس بحاجه ضغط على صدري. كونستريكشن، بيقول لك حاسس بانقباض كده في صدري. تمام، سكويزنج حاجه بتعصر صدري. بعد كده هيفي اوبجكت اون ذا شيست، ولما يقول لك الكلمه بتاعه هيفي اوبجكت اون ماي شيست يبقى ده تقول له ان هو 100% عيان كاردياك 100%. قال لك دي يا دكتور حاجه اسمها definitive symptoms of the cardiac pain،
يعني لو حد جالك في عياده العلاج الطبيعي قال لك يا دكتور ماسك قلبه كده على طول وبايده كده وعصر كده بايده عامل فيست كده وعامل وعصر جامد على مكان قلبه، وقال لك يا دكتور ده انا حاسس ان في حاجه شديده كده يا دكتور، حجر على صدري، لو سمعت الكلمه دي ما تشتغلش مع العيان ولا تقابله ولا تاخد منه فلوس ولا ليك دعوه بيه ولا حتى تتسلم عليه بايدك كده، هتروح تبعته لعياده بشري ومالكش دعوه بيه نهائيا تاني. تمام؟ ده عنده انجينا البين ممكن يموت دلوقتي. تمام؟ بعد كده بيقول لك شارب شيست بين ذات انكريز وذ انسبيريشن، يعني عنده شارب شيست بين، الم حاد جدا في صدره اللي هي نغزه في الصدر هيقول لك كده العيان، وتزيد مع النفس، يجي يلاقي ايه الالم يجي فما يقدرش ياخد النفس، تلاقيه بياخد ايه شالو بريثنج وياخد ايه هاي ريت اوف بريثنج، ياخد معدل عالي من النفس. بعد كده بيقول لك underlying supine is unlikely related to ischemic heart disease. تمام؟ فتخلي بالك بقى من الكلام ده، كلام مهم جدا يا دكتور. بيقول لك بعد كده زي ان واحد مثلا ممكن يكون عنده symptoms usually with acute pericarditis، يعني ممكن يبقى عنده pericarditis مش شرط ان هي تكون عنده ischemic heart disease يعني. تمام؟ فبالتالي كل الكلام ده محتاج ديفرنشال دايجنوسيس، بس كمان شويه كده هنبدا نتعرف على طبيعه كل حاجه، ان مش شرط يا دكتور تكون انجينال بين، ومش شرط تكون كاردياك بين، ولا حتى اسكيميك بين، ولا اللي هي اسكيميك هارت ديزيز. ممكن يا دكتور تبقى بيريكاردايتس، حاجه يعتبر ان هي يعني مقارنه بالهارت ممكن تبقى حاجه بسيطه يعني. تمام؟ ممكن تبقى مثلا بلوريتك بين زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت، زي ما المفروض انت سمعتها يعني. في البلوريتك بين اتكلمنا ان عادي جدا ممكن العيان ده يبقى عنده فريكشن، اللي هي حاجه اسمها الفريكشن بلوريتك رب، اللي هي ده معناه لما يجي يتنفس يبقى عنده المشكله. طب ما هو ممكن برضه يبقى مشكله في البلوره، وممكن مشكله في الهارت، وممكن مشكله في البريكاردايتس. تمام؟ موضوع واسع يعني. بعد كده بيقول لك associated symptoms، اعراض مصاحبه. بيقول لك ان في common symptom associated مع الميوكارديال اسكيميا زي ايه مثلا يا دكتور؟ بيقول لك include but more not more than limited to، يعني هي ممكن الاعراض دي تبقى موجوده في اللي انا هقوله لك دلوقتي، بس مش شرط ان هي تقتصر على دول بس. تمام؟ قال لك يا دكتور في حاجات كتير زي ايه مثلا؟ قال لك زي الديزنيا، يبقى بينها كده عيان يحس بالبيتيشن، خفقان كده، يحس بالنبض بتاعه. بيقول لك حاجه اسمها دايافوريسيس. دايافوريسيس دي معناه ان هو يعني غرقان في عرقه، انت تحس ان العيان ده قاعد بيعرق ومش طبيعته ان هو يعرق، بس غرقان في عرقه حرفيا، وجوه يكون حلو او معقول وتلاقي العيان ده غرقان في عرقه. تمام؟ كل جسمه مليان عرق. بعد كده بيقول لك لايت هيدنس، الدم مش واصل كويس للدماغ، ممكن العيان ده يغمى عليه يعني وكده. بيقول لك بريسنكو بوسنكو، بيغمى عليه في الاخر. ابر ابدومينال بين، هارت بين. بعد كده او هارت بيرن، بيقول لك حرق كده، حرقان في الهارت. بيقول لك ان ريليتد تو ميلز، يعني بيقول لك ان ريليتد تو ميلز نوزيا اند فوميتنج، يعني بيقول لك ممكن يرجع، والترجيع ده ما يكونش ليه علاقه باكل، يقول لك يا دكتور انا ما اكلتش اصلا حاجه من الصبح وقاعد برجع. تمام؟ فالكلام ده كله مشكله في الهارت مش مشكله في الجي اي تي يعني. تمام؟ طيب دلوقتي بقى يا دكتور بيقول لك اتيبيكال برزنتيشن انديجيشن، بيقول لك ان في شويه حاجات كده بتبقى اتيبيكال، مش هي الشيست بين بالظبط بس شبهها. بيقول لك ممكن العيان ده هلاقي عنده انديجيشن، بيقول لك اللي هي الانديجيشن مش بيهضم الاكل كويس. بيقول لك عنده بلينتش يا دكتور، شغال بيتجشأ كده على طول، بلينتش. وبعد كده هلاقي عنده ممكن ديزني، وهلاقي بعد كده الكلام ده كله بيحصل في عينيه الديابيتس، وبالذات لو كانت فيميل يعني وومن، وكمان الالدرلي بيشنت، يعني لو واحده كبيره في السن وعندها ديابيتس وواحده ست، يعني بيقول لك كل ده هلاقي عندها ممكن الكلام ده، بس ده ممكن يكون اتيبيكال برزنتيشن، يعني مش شرط يكون هارت بين، في الغالب مش هارت بين يعني. اسمه حاجه اسمها انجينا ايكويفالنت، ودي بتجيب العيان ديزنيا. بيقول لك طبعا نودي العيان ده لدكتور بشري، ما انا مش هخاطر معاه، اوديه لدكتور بشري يبدا يعمل التحاليل والفحوصات اللازمه، ويبدا ان هو يستبعد واكسكلود الهارت بروبلم. لو كان اكسكلود وخلاص اتاكد ان هي مش مشكله في الهارت، اشتغل معاه عادي. المهم معاه تقرير المستشفى اللي بيلزم المستشفى ان هي ايه مفيش مشكله مع العيانه دي. بعد كده بيقول لك البريسيبيتيتنج فاكتور، العوامل اللي هي ممكن تزود احتماليه حدوث الهارت ديزيز. قال لك فيزيكال اكسرسايز او ايموشنال ستريس ار كومون تريجرز الانجينال سيمبتومز، يعني لو واحد كده اتضغط نفسيا او نام زعلان او نام وهو بيبكي وبيعيط والكلام ده كله، زعل بالذات في السن الكبير، يا اما هيصحى بجلطه يا اما هيصحى بانجينال سيمبتومز، انجينال بين يعني. بعد كده بيقول لك اكيورنس ات ذا ريست، بيحصل في الريست، بيقول لك بالمينيمم اكزيرشن، باقل مجهود، وبيبقى مرتبط دايما بالانجينال سيمبتومز. بيقول لك انديكيت اكيوت كوروناري سيندروم، اللي هي مشكله في الهارت يعني. تمام؟
بيقول لك الحاجه اسمها البوزيشنال شيست بين. خلي بالك بقى، البوزيشنال شيست بين دي لما تيجي يكلمك العين يقول لك والله يا دكتور انا بتقلب على الجنب اليمين الاقي الالم زاد، او متقلب على الجنب الشمال على ايدي دي، اول ما اشيل ايدي من تحت الاقي الالم اقل، يبقى دي ايه يا دكتور؟ يبقى دي نون اسكيميك شيست بين، يبقى دي عباره عن ماسكولو سكيليتال، الم في العضلات عادي او الم في العظم. يبقى قال لك ايه يا دكتور؟ لما العين يجي يحرك ايده يقول لك والله لما اجي اتقلب على السرير يجي الالم، ولما اجي مثلا اتقلب على الناحيه الثانيه يقل الالم، يبقى ده معناه ان هو ايه؟ انت بغوته هي تمام. قال لك الالم بتاع البغوته ده مش شيست بين نهائيا، ده مش شيست، ده بيكون عادي جدا اشتغل معاه وما فيهوش اي مشاكل، لكن بحذر يعني زي ما قلت لك. بس اشوف اشعاعات واطمن عليه والكلام ده كله، واتاكد برضو ان هي في مشكله ماسكولو سكيليتال بالفعل. اضغط على ايده كده الاقي المشكله في ايده، خلاص اشتغل معاه. لكن لو مشكله في الهارت وثابته على طول وبتيجي في فتره كبيره لمده دقيقتين مثلا وانا شغال معاه، لا ده هارت بين يا دكتور، وهنتعرف على المزايا بتاعته دلوقتي في السلايد ده. تمام. طيب الانست والديوريشن يا دكتور، هو اللي عنده هارت بين بيبقى شكله عامل ازاي؟ اعرفه ازاي لو جالي العياده وما اشتغلش معاه وابطل شغل معاه دلوقتي لو انا كنت بالفعل اشتغلت؟ قال لك اول حاجه يا دكتور الانجينال سيمبتومز، خلي بالك هي من هنا انجينال سيمبتومز جراديولي، يعني بتبدا تدريجيا building the intensity over few minutes، يعني بيقول لك لازم تيجي لمده few minutes. ما ينفعش يا دكتور الم يجي له لمده 3 ثواني ويقول لي يا دكتور ده انا حسيت في الثانيتين اللي فاتوا ان في انجينال بين جالي، ما يبقاش اسمه انجينال بين، معلش هو لازم يستمر لدقائق. فالعيان بيبقى واخد باله منه وبقى مستمر، وحتى لما بطل الجلسه بيبقى مستمر شويه مع العيان، اعرف واتاكد ان ده انجينال بين. فلازم اقول للعيان اي الم تحس بيه تقول لي على طول على طول، يعني ما فيهاش هزار دي، ده ممكن يموت فيها، فما فيش هزار يعني. بيقول لك بعد كده sudden onset اوف ريبنج شيست بين. بيقول لك يعني ايه ريبنج شيست بين؟ اللي هو سكينه بتقطع في صدره. خلي بالك من الكلام ده، يعني العيان ده لو انت اشتغلت معاه فيو مينتس يعني دقيقتين كده وبدا يقول لك انا يا دكتور عندي الم في صدري، والالم ده ما قلش خلال اول 5 ثواني وهيستمر بعد كده لمده دقيقتين، انا مش هستنى الدقيقتين، انا اوقف التمرين على طول. بيقول لك sudden onset of ripping chest pain، سكاكين كده هتقطع في صدره، ده اللي هيقول لك العيان. with radiation to upper or lower back، هلاقي ان ظهره كده من ورا بدا يعلم معاه ويسمع معاه الالم في ظهره من فوق وظهره من تحت. unlikely to be angina، بيقول لك it is suspicious of acute coronary syndrome او acute aortic syndrome، دي بقى من هنا مش coronary. تخلي بالك من النقطه دي، ان هو في الغالب لو سمعت معاه هتبقى مشكله برضه في الهارت، بس مش مشكله كبيره، ممكن تبقى acute aortic syndrome، يعني اللي هي الاورتيك ديسكشن. يعني ايه اورتيك ديسكشن؟ يعني الاورطه اتقطع يا دكتور، يبقى دي مشكله ضخمه جدا طبعا مع العيان، لكن هي ما تعتبرش ان هي مشكله في الهارت ذات نفسه. تمام. قال لك ان الاورتيك ديسكشن ده ممكن يزيد عند العيان، وممكن يبقى عنده نسبه قليله منه، يزيد مع التمرين ويزيد مع المجهود العالي لو انت اشتغلت معاه بسترينيوس. يبقى انت معلش كده انت مش دكتور لو اشتغلت مع عيان زي كده يعني برج سكيل 16 مثلا، لا انت بتشتغل اصلا ب4، بعد كده بتزود ل8 وممكن ما توصلش اصلا ل9 و10، انت تشتغل 14 ولا 16، فدي انت كده بموت العيان اصلا وزودت له القطع اللي في الاورطه، وبالتالي لو مشيته على التريدميل يزيد الالم، يبقى خلاص مش همشيه على التريدميل وابطل لو لقيت الالم اشتغل عنده. يقول لك بعد كده فيلينج شيست بين، يحس كده بالم في الشيست. بيقول لك بعد كده فيو سكندز، لو حس بقى في الم ثانيتين بقى يا دكتور و3 ثواني، بيقول لك it is unlikely to relate it to ischemic heart disease، يعني ملوش دعوه بالالم بتاع الشيست ديزيز اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى لو الم ظهر مثلا في لمده 5 ثواني ولا حاجه زي كده، ويقول لك معلش يا دكتور اصل الالم ظهر في دراعي اليمين، لا معلش ده ظهر في ظهري، لا مفيش حاجه اسمها ظهر في دراعي وفي ظهري في دقيقه او اقل من دقيقه، هو هيجي في مكان واحد وهيسمع في مكان واحد اللي هي ريتروسترنم، يا اما الحته اللي في الصدر من قدام وفي نفس المكان هيفضل يجي فيها لمده دقيقتين على الاقل. ده اللي اعرفه ان هو 100% انجينال بين، وابعد عن العيان ده. بيقول لك بعد كده دكتور اللوكيشن والراديشن. بيقول لك والله تعالى كده نشوف. بيقول لك it is felt over the central part of the anterior chest wall، بيقول لك كان be radiated up into the jaw، يعني ممكن يوصل لحد الفك كده، وممكن يوصل لحد الشولدر او داون لحد الارم even للامبلايكس. طب هل ممكن ينزل تحت الامبلايكس؟ لا يا دكتور ما بينزلش تحت الامبلايكس، وهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. يبقى لو تحت الامبلايكس تحت السره كده بتاعت العين، وقال لك انا دكتور عندي القلب مسمع في الحته دي، تقول له لا يا حبيبي مش القلب ده، القلب ما بيسمعش في بطنك. تمام، ده انت اللي جعان. تمام. يبقى بعد كده بيقول لك patient classically clinch their rights fist، بيقول لك يبدا يعمل ايده كانها قبضه كده، ويبدا hold into their chest، يبدا يمسك صدره كده يا دكتور ويحس بالم شديد جدا في صدره، described pain. تمام، ده بالوصف بتاع الالم. بيقول لك حاجه اسمها ايه؟ ليفن ساين. يعني ايه ليفن ساين يا دكتور؟ هي الصوره دي، يمسك بايده كده الصدر بتاعه، يقول لك وتحس ان هو مكشر وعامل كلينش بايده وماسك جامد جدا كده يعني.
العيان ده بقى انت لو شفته عندك في العياده اوعى تبدا تشتغل معاه، ولو كنت اشتغلت معاه روحه على طول يا دكتور، تسيبه بس يعمل ريستنج كده عندك وتدعي بس يا ربنا ان هو ايه العيان ده ما يموتش عندك انت، لان انت لو بعد التمرين بتاعك ولقيت العيان بالمنظر ده تخاف على نفسك، تمام، لان العيان ده ممكن قدر الله يحصل له حاجه. فهتدعي كده لحد ما يمشي كده، استريح بس نص ساعه وما تمشوش غير لما يستريح، بعد كده تمشيه وتقول له بالراحه خالص، تمام، يمشي بقى يا دكتور، تدعي ربنا بقى ان هو ايه ينجيك منه، تمام، عشان انت كنت هتلبسه كده. طيب يبقى قال لك بقى ملحوظه مهمه يا دكتور بقى، بيقول لك pain that can be localized، الالم اللوكالايزد المحدد بقى، قال لك هل ده شيست بين؟ قال لك الالم اللي بيبقى very limited area يعني محدد في حته معينه، and pain is radiating below الامبلايكس، يعني يقول لك الالم ده بيسمع في الهب، بذمتك حد قلبه هيسمع في حوضه؟ مفيش الكلام ده. يقول لك لا طبعا، بيقول لك بعد كده unlikely related to myocardial ischemia، بيقول لك ده مش مرتبط ابدا بالميوكارديوم، ولو عين زي كده عادي ممكن بس اشتغل معاه شويه فحوصات واشتغل معاه عادي ما يقلقنيش يعني، تمام. يبقى اي الم تحت الامبلايكس ما هواش الم تبع الهارت. بعد كده السيفيريتي والخطوره يا دكتور بتاعت العيان ده، بيقول لك the severity of discomfort doesn't correlate زي ما قلت لك للسيفيريتي بتاعت الكاردياك بروبلم، ممكن تبقى المشكله كبيره بس ما فيهاش عدم راحه، ممكن ما تبانش يعني. بعد كده بيقول لك في حاجه اسمها ريبنج لي او تيرنج للشيست بين، بيقول لك ده worsen chest pain of the life، او يعني يقول لك ده السكاكين اللي بتقطع في صدري دي يا دكتور، بيقول لك ده اكتر الم انا حسيت بيه يا دكتور في حياتي كلها، تمام. ده اسمه الم الاورتيك ديسكشن، ده المهم بالنسبه لنا في السلايد ده يعني. بعد كده دكتور بيقول لك ريليفنج فاكتورز، بيقول لك في شويه عوامل كده ممكن تقلل الالم على العيان، بيقول لك ريستنج ريليفز بين within minutes، يعني بيقول لك لو انت سبت العين يستريح كده لمده دقائق الالم ده ممكن يقل. بيقول لك ريليف ويز نيتروجليسرين، ممكن ندي العيان ده نيتروجليسرين اللي هو داينيترال او تراينيترال يعني الاقراص المعروفه تحت اللسان. بيقول لك it is not necessarily diagnostic of myocardial ischemia، يعني مش معنى ان انا اديت للعيان نيتروجليسرين وخف عليه ده مش بالضروره ان انا اشخص ان هو مايوكارديال اسكيميا، تمام. بيقول لك shouldn't be used to diagnostic creations، يعني ده معناه مش اخلق تشخيص بناء عليه ان انا اديت للعيان ده نيترال واستريح فنفرح اقول الحمد لله ده انا شخصت العيان ده عنده مايوكارديال بين مثلا، لا. قال لك ده ممكن يا دكتور اصلا يكون عنده اسوفيجيال سبازم وادي له ده نيتروجليسرين يخف عادي، ممكن يكون عنده كوليسيستايتس حاجه من الكبد والبيلاري تراكت والكلام ده ويخف على الداينيترال، فبالتالي المهم بس ان هو خف منها، فممكن يكون كاردياك وممكن يكون حاجه غيرها، تمام، ممكن يكون مشاكل كتير يعني، فمش شرط ان هو اديته نيتروجليسرين وخف يبقى مشكله كاردياك، لا ده ممكن مشاكل كتير. السلايد ده احد اهم السلايدات اللي لازم تحفظه زي اسمك وتعلقه عندك في العياده يا دكتور، تعلقه تحت المكتب كده علشان تشوف. اغلب الدكاتره اللي هم شغالين في البطنه وكده لازم يكونوا معاهم حاجه زي كده. ليه؟ لان انت يا دكتور هتشوف النسبه المئويه للعيان اللي قدامك، هل الالم اللي عنده وصل لدرجه اسكيميا عاليه وهو كاردياك بين ولا مش كاردياك بين. هتشوف لو كان سنترال بين اخاف منه، لو كان بريشر حاسس بتقل كده على صدره اخاف منه، لو حاسس بسكويزنج او جريبنج او هيفنس او تايتنس في الشيست اخاف منه، لو هو بيعمل نشاط ومع الاكزيرشن بدا يتعب يا دكتور اخاف منه، لو الالم بتاعه ريتروستيرنال مستحيل المسه، تمام. كل دول يا دكتور بيبين لك ان العيان ده هاي ريسك ان هو يكون عنده اسكيميا او عنده نقص في الترويه الدمويه اللي واصله للقلب، وبالتالي ممكن يغمى عليه يموت قدامك، تمام. طب لو عيان يا دكتور شرب بين الم حد جدا، لك يا دكتور الم حد جدا من هنا غالبا ده مش هارت، تمام. لو كان عنده فيتنج بيقول لك والله حاجه بسيطه يعني، بيقول لك احساس كده بايه بان اكن في حد بيدوس على قلبه مثلا او بيدوس على صدره، لا ده بيقول لك ما يقلقنيش قوي يعني. لو في شيفتنج مثلا برضه بيقول لك انا حاسس ان هو القلب بتاعه بيطلع لفوق وينزل لتحت عادي برضه مش هيقلقني قوي. لو في بلوريتك حاجه ليها علاقه بالبلوره، لو في بوزيشنال يعني بيلف كده على جنبه اليمين يلف على جنبه الشمال ده برضه ما يقلقنيش غالبا مش هارت، تمام. والاعراض اللي في النص دي ايه حاجات يعني يعتبر مش مهمه قوي بس خليك عارفها برضه، بتشوف لو العيان عنده حاجه منهم ولا لا، تمام. الكوز اللي قدامنا ده بيقول لك والله واحد عنده 65 سنه راجل كبير، بيقول لك ان هو اشتغل ساعتين كده، بيقول لك 2 hours history of central chest pain او chest discomfort، يعني عنده ساعتين صدره مش مريحه، بيقول لك described through a heavy stone compression on my chest. heavy stone يعني حجر ضغط على صدري، يبقى من غير ما اكمل يا دكتور ده كاردياك بين، من غير ما اكمل مش محتاج ان انا اكمل، تمام. لان ده عباره عن حاجه اسمها acute coronary syndrome، ده بين with minimum effort، يعني باقل مجهود هو بيعمله هيقدر يحس يا دكتور على طول بالنشاط ده. يقول لك ان هو اصلا ووكينج 2 بلوكس، يعني مشي كده مسافه صغيره جدا مسافه مربعين ولا حاجه وتعب، تمام. بيقول لك ان هو ريليف دوز ريست بس تعب جدا وطبعا ظهرت عليه السيمتومز، فبالتالي على طول يا دكتور اعرف ان هي كاردياك بين اللي هي اكيوت تعالى كده اقول لك الاسم بتاعها تاني، اكيوت كورونري سيندروم اللي هي الاي سي اس.
طيب تاني حاجة هنبدأ نتكلم فيها دلوقتي، بيقول لك يا دكتور السيمتومز بتاعت الديزنيا. تمام، الديزنيا من أهم حاجات الدكتور قال لك برضو إيه ركز عليها، فتعال نبدأ نركز عليها. قال لك الديزنيا اللي هي بريثلessness، قال لك شورتنس اوف بريث اللي هي الاس او بي، قال لك الديزنيا is a sensation of the of one has when abnormal amount of effort cause طبعا الايه البريس، مش هتقدر ان انت تعمل النفس بتاعك، مش هتقدر انت تتنفس لما تعمل مجهود بسيط شوية. قال لك بعد كده patient describe البريثلessness is an inability to get his breath، او مش قادر ان هو ياخد their breath النفس بتاعه. يقول لك او short widening للبريس، يعني بيقول لك في ضيق جامد كده على مستوى النفس، يا اما ان هو في تايتنس مش عارف يتنفس خالص. بيقول لك دلوقتي بقى دكتور سؤال، بيقول لك البريثلessness او الديزنيا دي بتكون عباره عن سبيسيفيك كاردياك سيمتومز، يعني هي مش بتيجي غير للكاردياك. قال لك لا طبعا يا دكتور، ده الديزنيا دي ممكن تيجي حتى لواحد اوبيس، واحد عنده ازمه، واحد مثلا عنده انيميا، كل دول ممكن يجي لهم عادي جدا ديزنيا. فهي مش حاجه سبيسيفيك وخاصه للكاردياك بس، تيجي للكاردياك وحاجات الف حاجه تاني طبعا، فهي فولس. بعد كده بيقول لك الاكزيرشنال ديزني يا دكتور، بيقول لك شورتنس اوف بريس في الايفورت او التشينج. بيقول لك ابدا اشوف بعد كده الاونست بتاعها، هل هي اكيوت ولا رابيد ولا انسيديوس. الانسيديوس دي تدريجيه بتزيد كده تدريجي. الديوريشن والسيفيريتي والاكسسربيشن وريليفنج فاكتور والاسوشيتد سيمتومز، كل الكلام ده هبدا اشوفه. بعد كده بيقول لك الشورتنس اوف بريس، بيقول لك في الايفورت او الاكزيرشن هبدا اكمل برضو نفس الموضوع بتاعي، بس دلوقتي هبدا اشوف السيفيريتي، هي اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي نبدا نتكلم عليها. قال لك السيفيريتي يا دكتور وتبدا ان هي تشخص، ان ممكن اقسمها على النيها كلاسيفيكيشن. قال لك يا دكتور النيها دي هنبدا ان احنا نشوف بتتقسم ازاي. قال لك اول واحد بيكون نو ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، تاني واحد سلايتلي ليميتيشن للفيزيكال اكتيفيتي، تالت واحد بيكون ليميت للفيزيكال اكتيفيتي وطبعا معاه هارت فيلير، كلهم معاهم هارت فيلير، بس ده يعني ايه معاه ليميتيشن للفيزيكال اكتيفيتي. وده بعد كده معاه ايه بقى يا دكتور unable to engagement any type of physical activity، وده طبعا عنده السيمتومز ات ريست، يعني في حاله الراحه عنده السيمتومز دي. طب المهم بالنسبه لنا نفرق ما بين التايب 2 و3 عشان دول مهمين كده لحد كبير. قال لك يا دكتور ان التايب 2 بيكون نو سيمتومز ات ريست، ما عندوش اعراض في حاله الراحه. بيقول لك ويل اوردينري فيزيكال اكتيفيتي ممكن ان هي تعمل له فاتيج او تعمل له بالبيتيشن او تعمل له ديزنيا. تمام. بعد كده بيقول لك الهارت فيلير، بيقول لك في الحاله الثالثه دي هي بيقول لك ان هو نو سيمتومز ات ريست، بيقول لك مفيش اي اعراض في حاله الراحه. بيقول لك بس في مايلد اكتيفيتي كوز فاتيج، يبقى مايلد اكتيفيتي لما اعمل نشاط بسيط اجيني الفاتيج. تمام. تعال نشوف الكيس. بيقول لك مستر مش عارف مين 45 سنه، بيقول لك سنس من اسبوعين كده بيكون بدا ان هو يحصل له شورتنس اوف بريس لما بدا يطلع دورين يا دكتور، يبقى عمل دورين يا دكتور، طلع دورين، وبالتالي طلع دورين دي عباره عن ايه نشاط يعتبر ان هو ما طلعش 70 دور، يعني ده طلع دورين بس، فبالتالي ده يعتبر ان هو نشاط مايلد شويه، فبالتالي حس بالديزنيا بعد المايلد ده. فبيقول لك بعد كده بريفيوس قبل كده ده هو كان بيطلع يا دكتور 4 ادوار من غير ما يحس باي مشكله، لكن دلوقتي للاسف طلع دورين حس بالمشكله. يبقى ده عباره عن ايه يا دكتور؟ في الغالب طبعا هي عليها جدال ما بين 2 و3، بس هي هتبقى غالبا جريد 3. تمام. لان الدكتور قالها في محاضره جريد 2 وقالها في محاضره تانية جريد 3، فالاغلبيه هتكون جريد 3 لان هو عمل مايلد اكتيفيتي يا دكتور. تمام. فالدكتور قال لك ان هي شديده فهنمشي على 3، هو قال كده يعني في المحاضره، فبالتالي ان هي مايلد اكتيفيتي ريزلت ان فاتيج، فدي بالفعل مايلد اكتيفيتي عملت له الفاتيج والديزنيا، فبالتالي هي جريد 3. بعد كده يا دكتور بيقول لك الكومون كارديوفاسكولار سيمتومز اللي الديزنيا، بيقول لك از ذا ديزنيا از سبيسيفيك فور كاردياك ديزيز. قال لك لا يا دكتور، قال لك بعد كده انيموريت 3 كوز من الديزنيا ماشي. بيقول لك والله بعد كده البوزيشنال ديزنيا اللي هي الاورثوبنيا. يعني ايه اورثوبنيا يا دكتور؟ يعني ينام على ظهره يجي له الديزنيا، يقف او يقعد يستريح. بعد كده البندوبنيا لما يجي يتني ظهره كده لقدام ويركع مثلا في الصلاه يلاقي ان الديزنيا جات له، لما يعدل نفسه كده ويقف يصلب طوله كده يتروح منه. يقول لك البلاتيبنيا دي عكس الاورثوبنيا بالظبط، فتعالى نلونهم بلون واحد كده. قال لك البلاتيبنيا يا دكتور تيجي له وهو قاعد او وهو واقف ويستريح لما ينام على ظهره. بعد كده عندك حاجه اسمها تريبوبنيا، التريبوبنيا دي معناها ان هو لو ينام على جنبه اليمين يجي له الديزنيا مثلا يعني، ولما ينام على الجنب الشمال يستريح، او العكس، المهم ان هي جنبه وجنب، واحد يستريح وواحد يتعب. يقول لك بعد كده في عندنا بي ان دي باراكسيزمال نوكتورنال ديزنيا، تيجي العيان طبعا وهو نايم، الرئه مثلا مش شغاله والكلام ده كله بسبب اللورال افيوجن او الكلام ده، يبقى يستريح يا دكتور وهو نايم مره واحده، الاقي مره واحده يا دكتور وهو ايه بعد ما نام كده بساعتين بعد الاونست اوف سليب في الدايرونال فاريشن طبعا يبدا يصحى يا دكتور وايه وكانه مخنوق ومش عارف يتنفس، يطير على الشباك على طول. ودي طبعا البندوبنيا اول ما يجي يميل كده بالشكل ده، لما يجي له الديزنيا يتعادل تاني، يبدا ان هو يرجع لطبيعته وما يبقاش فيها اي مشاكل.
ادي يا دكتور الاورثوبنيا، بيقول لك هي لاتيني، في اللاتين يعني معناها اورثو دي، والاورثو دي معناها رايت انجل، اورثو معناها 90 درجه، تمام. فاورثو بينيا، بينيا معناها ديزنيا، تمام، والاورثو معناها 90 درجه، يبقى ديزنيا في 90 درجه. يبقى لما يجي يعمل 90 درجه يا دكتور بيقول لك اورثوبنيا بوزيشن، بيقول لك لما يجي يعمل 90 درجه دي يبدا تيجي له الديزنيا. فلما يجي بعد كده يستريح او يحط مخدات، يعني بص الشخص ده عمل ايه لما يجي عنده الديزنيا؟ ميل نفسه لقدام يا دكتور علشان ما تجيلوش الديزنيا، خلاها اقل من 90 بشويه. فبالتالي قال لك ده بص ده قاعد زي الالف يا دكتور. ليه قاعد زي الالف؟ قال لك علشان يستريح. ما هو ليه بيستريح؟ لان هو لما يجي ينام على ظهره يبدا ان هو تجيله المشكله، فهو طبعا جات له المشكله راح قاعد في 90 درجه علشان ما تجيلوش ويستريح، حاجه اسمها اللي هي سيتنج ابرايت زي ما ممكن نسميها. يبقى ده برضه نفس الموضوع، كان نايم على ظهره واتخنق جدا، فقعد بالزاويه 90 اللي انت شايفها دي يا دكتور، او بحاجه شبه ال 90 شويه عشان يقدر ان هو يستريح، تمام. طيب بعد كده يا دكتور بيقول لك نبدا نتكلم في ايه دلوقتي؟ هنتكلم يا دكتور على نفس الموضوع اللي هو لاينج فلات. بيقول لك ريليف الديزنيا، بيقول لك كان بيسكرايب طبعا البيشنت ده، بيقول لك ممكن نسكرايب، يعني اسئله مش مهمه يعني، تمام، اسئله كده بتسالك على الديزنيا. بيقول لك طب واحد زي كده يا دكتور اورثوبنيا اذا سيمتومز اوف ذا ساين اوف ايه من الهارت فيلير؟ الدكتور خالد قال لك قولا واحدا اللي عنده اورثوبنيا يبقى عنده سيفير هارت فيلير، سيفير هارت فيلير، سيفير هارت فيلير. ممكن تسال الدكتور اللي بيديك الماده لو انت بتسمع في سنه غير سنه 2025 اللي احنا بنسمع فيها دلوقتي. لو انت دكتور تاني بيديك الماده يعني خلاص ممكن تسال الدكتور هنمشيها مودريت ولا نمشيها سيفير، هو هيقول لك وامشي على الكلام اللي هيقوله لك، تمام. في الغالب يعني هيقول لك سيفير علشان هي الدكتور خالد هنا بيشرح المحاضره، صاحب المحاضره اللي حطتها اصلا قال لك هي اقصدني يا دكتور يبقى سيفير هارت فيلير. ساعات ممكن نمشي على مودريت او ساعات ممكن نمشي على مودريت، لكن هنا سيفير طبعا هنكمل سيفير. يقول لك باروكسيزم النكتورنال ديزني ان العيان ده هو بيجي بريسلسنس ات نايت او ويك، يبدا يصحى يا دكتور من النوم على ان هو يبدا يروح على الشباك ويشم هواء كأنه مخنوق. بيقول لك ادي يا دكتور ممكن لو واحد كده بيقول لك والله ده شويه اعراض عليه، بيقول لك ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ بيقول لك دم مثلا راح للرئه والكلام ده كله. بيقول لك الدم ده بيقعد في الرئه يا دكتور ويفضل هناك لحد طبعا، لان في مشكله طبعا ليفت فنتريكل مش قادر يستقبل دم، فبالتالي الليفت فنتريكل من كتر الاحتقان اللي فيه مش قادر يستقبل دم، فالكلام ده كله بيبدا يقعد في اللنج الدم يعني، وبالتالي لما الدم يقعد في اللنج يبدا يخنق الشخص ده ويجيب له في الاخر دي نفس، مش هيقدر ان هو يتنفس للاسف، وبالتالي يستقبل اي حاجه بعد كده الهارت رايت هارت يستقبل دم، لكن للاسف بعد كده لما يروح لللنج يحتبس في اللنج، ودي بقى المشكله، تمام. قال لك يا دكتور ال 12 لتر اللي انت شايفهم في الانترستيشال دول ده ممكن يزيدوا لحد 15 لتر في مشكله زي كده. طيب هنا بقى يقول لك الباروكسيزم النكتورنال ديزني، البيشنت ده بيكون سيت اب، بيقول لك ميني ويندوز يروح للشباك، بيقول لك فريش اير عايز يشم هواء نقي، يقول لك كده، بيقول لك اتمبس تو ريجين النورمال بريس لحد ما ياخد النورمال بريس. بيقول لك هل هي شائعه في الليل؟ ايوه طبعا شائعه بالليل. بيقول لك وفي انفريكوينت بعد كده او فريكوينت او انفريكوينت على حسب بقى كل عين والتاني، لكن هي افري نايت كل يوم بالليل تحصل له الكلمه دي، تحصل له المشكله دي. بيقول لك تايم اكيورنس، بيقول لك في الميد نايت الايرلي مورنينج يعني ما بين نص الليل لحد الصبح، بيقول لك في اثناء النوم تحصل له المشكله دي. بيقول لك سيت اب على طول، ستاند يبدا يروح للشباك، ولاستنج طبعا ليه مينتس برولونجد ممكن يستمر لدقايق. بيقول لك اسوشيشن مع كف وفروثي سبيوتم، يعني يعتبر حاجه كده ايه فروثي، يعني فيها بابلز وفيها لونها ابيض، السبيوتم يبقى لونه ابيض وكمان يبقى فيه شويه بابلز كده، يبقى فقاعات وكده، وده السبيوتم بتاعه. بيقول لك وسويتنج وبالبيتيشن، يحس كده بعرق شديد وبالبيتيشن خفقان كده في صدره، تمام. طيب دلوقتي بقى كويز وسؤال بسيط، بيقول لك ايه بقى السؤال ده يا دكتور؟ يعني بيقول لك السؤال when you take a detailed history عن شخص معين، بيقول لك reported a week ان هو بيصحى بالليل، بيقول لك بعد كده بيروح النايت في الليل بتاعه يعني، بيقول لك بعد ساعتين 3 من النوم جات له ديزني، بيقول لك واستمرت لمده 30 دقيقه مع كف ومع ويزنج. يبقى دي ايه المشكله بتاعته يا دكتور؟ هقول على طول طبعا ان هي عباره عن كاردياك ديزيز يا دكتور، ان هي مع هارت فيلر طبعا مع باراكسيزم النكتورنال ديزني، ودي الاسباب اللي خلتني قلت ان دي كاردياك ازمه وكاردياك هارت فيلير زي ما قلنا. بعد كده دلوقتي هندخل على السيمتومز بتاعت البالبيتيشن، يعتبر من الموضوع الكام ده اخر موضوع الدكتور قال لك ركز عليه، اللي هي symptoms of palpitation، تمام. نبدا ناخده دلوقتي سريعا. بيقول لك والله يا دكتور انت عندك حاجه مهمه جدا لازم تعرفها كمقدمه في الاول، ان انت عندك لو القلب ده قلل الضغط بتاعه والكلام ده كله، بيقول لك الدايستول هيبدا يقل، فبالتالي الفيلنج هيبدا يزيد، يبقى كل ما الدايستول ده وقته يقل كل ما الفيلنج وقته يزيد. بيقول لك بعد كده هبدا ان انا الاحظ يا دكتور ان البلس بدا يزيد برضه، والبالبيتيشن بدات ان هي تزيد عند العيان ده، وبالتالي ده معناه ان الهارت ريت ممكن يزيد، ممكن يحصل irregular تشينج في الهارت، وبالتالي ممكن تبقى مشكله كبيره ان العيان ده البالبيتيشن
البالبيتيشن عنده بدا يزيد بسبب ان الفيلنج بتاع الهارت، الفيلنج شغال يملى زياده عن اللزوم الهارت بتاعه. قال لك يبقى البالبيتيشن ده لما نحس بيه يبقى دي في مشكله يا دكتور، واعرف ان في الدايستول مثلا اكتر، السيستول والدايستول في الضغط بتاعي في ما بينهم فرق كبير. يعني مثلا بدل ما انا السيستول بتاعي يكون 120 والدايستول 80، دول فرق ما بينهم 40. قال لك الاقي السيستول مثلا 180 والسيستول مثلا 70، لا ده كده مشكله كبيره وهحس بالفعل بالبالبيتيشن. طيب تعالى كده نعرف البالبيتيشن. قال لك awareness of heart beat، يعني تبقى قاعد كده مع نفسك تحس ان جسمك بينبض، تمام، تحس بالنبض بتاعك يعني. قال لك الطبيعي it is common during الاكزيرشن، طبيعي جدا لما تيجي تعمل نشاط ان انت تحس بالنبض بتاعك، او هايست ايموشنال لو انت عندك نشاط. بص بيقول لك ان انت في مشاعر عاليه جدا انت حاسس بيها دلوقتي، بيقول لك هايتنس والكلام ده كله، تحس بالنبض بتاعك. بعد كده بيقول لك describe rate of rhythm او rate والريزم، انت ممكن توصف الريت والمعدل بتاع النبض بتاعك، وكمان الشكل اللي هو بينبض بيه، والبالبيتيشن از اسينشال، تمام، يعني كل ده انت ممكن توصفه لو انت بالفعل حاسس بالنبض بتاعك. بيقول لك اكسترا سيستولز، بيقول لك لو السيستول زياده عن اللزوم، بيقول لك ار كومون بات ريرلي سيجنيفيكانت امبروف الهارت ريت، يعني في الغالب مش هيحسن الهارت ريت ولا يزوده، لكن هيبدا ان هو بس يعمل لك اكسترا سيستول، هيبدا يزود لك السيستول. بيقول لك ده يوجوالي اكسبريسد ميزد، يعني بيقول لك ده ممكن يكون ميزد، ممكن ما يبقاش موجود عادي جدا اللي هو الاكسترا سيستول ده، بس بيقول لك فيه ممكن يبقى فيه دروب او حاجه للبيت، ان البيت ده بدا يقل خالص معاك. بيقول لك يا دكتور فورسد بيتس ذات فولو ذان السو نوتكت، يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ده معناه ان الرابد الريجولار بالبيتيشن وفي حاجه اسمها رابد ريجولار بالبيتيشن، ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك والله رابد الريجولار يعني ده معناه هي سريعه بس للاسف مش منتظمه، فبالتالي بتكون تيبيكال ارتيريال فيبريليشنز، تمام. فتخلي بالك من الكلام ده، لو حد عنده رجفان اذيني يبقى ده معناه ان هو يقسب البالبيتيشن بتاعته، يقسب النبض بتاعه، ويكون الريجولار مش منتظم. ويعرفوا ازاي ان هو مش منتظم؟ بيبقى في حاجه اسمها بالس ديفكت، يعني الدكتور ما قالهاش يعني بس خليك عارفها، يعني حاجه اسمها بالس ديفكت، ان انت تسمع بالسماعه قلبك وبعد كده تحس بالايه، تحس مثلا في الراديال ارتري هتلاقي في اختلاف ما بينهم، يبقى دي اسمها الريجولار بالبيتيشن. يبقى انت بتحس مثلا في القلب بتاعك تحس مثلا 90 صوت، وفي ايدك كده تحس مثلا 80 صوت. طب ازاي يا دكتور؟ ده في 10 فرق، هي دي ال10 الفرق اسمها بالبيتيشن اتريال فيبريليشن. بعد كده بيقول لك في حاجه اسمها رابيد ريجولار، ده الشيء الطبيعي. بيقول لك ابرابت اونست از سوبرا فنتريكولار او فنتريكولار تاكي اريزمي، يعني بيقول لك ده معناه ما فيش اي مشكله في الفنتريكل في الاتريم، لكن دي مشكله في الفنتريكل، تمام. يبقى خلي بالك لو جاب لك في الامتحان رابيد ريجولار بالبيتيشن بدام ريجولار يبقى دي مشكله في الفنتريكل، يبقى الفنتريكل هو اللي مزود لي الانقباضات. لكن لو قال لك irregular يبقى تفتكر اتريال على طول. طيب يا دكتور كده يعتبر ان احنا خلصنا الحاجات اللي الدكتور قال نركز عليها، بس تعال نكمل الباقيين مش هياخدوا معانا وقت كبير. قال لك يا دكتور السيمتومز بتاعت الاديمه، قال لك عندي يا دكتور سويلنج الاديمه ريفيرز تو فلويد اكوميوليشن في السبكاتينيوس تيشو. بيقول لك بعد كده ادي اللي بيحصل مثلا، الكلام ده كله اصلا يعتبر مش شرحوش الدكتور يعني بس ما علينا. قال لك السيمتومز والفاتيج، الفاتيج بقى نبدا نتكلم عليه شويه. قال لك ايزي فاتيج، ان العيان ده ممكن اكزيرشن فاتيج از امبورتنت هارت سيمتومز طبعا للهارت فيلير. بيقول لك بارتيكولارلي ثروبلنس تورد الاند بتاع الدي، بيقول لك بالذات في اخر اليوم. بيقول لك ان هي ايتيولوجي ات از ا كومبليكيتد بات از كوزد باي بارشالي بحاجه اسمها الدي كونديشننج، ان العيان ده مش لائق بدنيا ان هو يعيش حياه طبيعيه، والماسكولار اتروفي ان هو عنده فشل في العضلات بتاعته. بيقول لك ده حاجه اسمها لو كاردياك اوت بوت اللي هي سي او بي، تمام، ده يكون قليل. وانها كلاسيفيكيشن طبعا هلاقي ان هي بتقول ان العيان ده عنده ديزنيا، تمام. دلوقتي بقى نتكلم على الديزنس والبريسنكوب، وبعد كده نتكلم على الكلوديكيشن في الاخر. ويعتبر الدكتور لغاهم الحتت دي فانا بصراحه مش هتكلم فيهم، يعني موضوع بسيط جدا. السنكوب حاول تقراه مثلا لو انت عايز تقراه مع نفسك، ولا اقول لك حاجه تعال نقراه، والله انا اعرفش ممكن يجي سؤال فيه في الامتحان ولا لا. يقول لك يا دكتور الكارديو فاسكولار سينكوب، العين اللي بيغمى عليه ده بيغمى عليه ليه؟ يقول لك والله ده بيكون كارديو فاسكولار ديسوردر بروديوس ديزنس، يعني ايه ديزنس؟ دوخه كده العيان. بيقول لك والسينكوب ممكن يحصل ترانزيانت هايبوتنشن، بيقول لك مره واحده ينزل ضغط العيان ده، ريزلت هنا ابرابت سيريبرال هايبو برفيوجن، يعني ده معناه ان السيريبرال ده اللي هو الدماغ بتاعك مش هيقدر ان هو يوصل له الدم للاسف، هيبقى هايبو برفيوجن. يقول لك بعد كده فور ذيس ريزون البيشنت ده بيكون هو اكسبيرينسد كاردياك سينكوب يوجوالي ديسكرايب بريف لايت هيدنس، يعني الدم مش واصل للدماغ محد، يعني ممكن نقول كده نسبه معينه مش واصل للدماغ، مش نسبه كبيره. بيقول لك نو ورسن سيمتومز، يعني مفيش اعراض اسوأ من كده للاسف. ات اول بريور تو ذير سينكوبال اتاك، يعني غالبا هيحصل له سينكوبال اتاك ويغمى عليه. بيقول لك ريكفر از يوجوالي رابيدلي، غالبا هيفوق بسرعه منها. انلايكلي وذ كومن طبعا كوز اوف سينكوب، يعني ده معناه مش الحمد لله دي حاجه بسيطه يعتبر شويه، مش من الاسباب بتاعه السينكوب الاساسيه. فبالتالي بيقول لك ده كارديو فاسكولار ستروك. وممكن برضه الاحظ ان
ممكن يبقى فيه ابيليبسي او نوبات من الصرع. طيب هنا بقى بيقول لك حاجه اسمها الفازوفيجال سينكوب. بيقول لك فازوفيجال سينكوب از كوزد باي اوتونوميك اوفر ستيميوليشن. بيقول لك بروفوكد دول الايموشنال او البينفول ستيمولاي. ففي موقف كده بيقول لك حصل للعيان، سواء موقف عاطفي او موقف مؤلم جدا للعيان، بيقول لك less commonly by coughing او الميكتوريشن. يعني في الغالب بيقول لك مش هتبقى ان واحد بيكح ولا مثلا قاعد في الحمام مش قادر ان هو عنده مثلا كونستيبيشن والكلام ده، مش هتجيب له مثلا فازوفيجال سينكوب. لا ده بيقول لك لازم الم شديد جدا، والكاف سينكوب بيقول لك والميكتوريشن سينكوب دي حاجات نادره شويه. بيقول لك بعد كده الفازو دايليشن از ان ابروبريت او ان ابروبريت شوينج البلس كومبايند مع ريديوس البلاد بريشر. يعني هلاقي ان في بلس وفي ريديوس بلاد بريشر مع بعض، يعني حاسس بالبلس بتاعه بس هو البلاد بريشر بتاعه واقع. بيقول لك سيريبرال برفيوجن للاسف تبدا تحصل، وبالتالي ريكفري از رابيد اف ذا بيشنت از لايز داون. يعني لو العيان ده نايم على ظهره هيفوق بسرعه، لكن لو مش نايم على ظهره حاول تنيمه على ظهره، اللي هي يعتبر وضعيات الافاقه الاساسيه بتاعتنا، وارفع له رجليه لفوق والكلام ده. ادي يا دكتور العيان والكلام بتاعه. اخر حاجه الكلوديكيشنز، الدكتور شرحها طبعا بالتفصيل فنتكلم عليها كده سريعا، غالبا ممكن يجي عليها سؤال. بيقول لك والله يا دكتور الكلوديشنز معناها ايه؟ قال لك والله ده عباره عن، كان ينفعل كده ايه الكلام ده عشان نخطط بسرعه. قال لك ده كاف بين يا دكتور، الم في الكاف ماسلز، العضلات بتاعه الايه الساق والكلام ده كله من تحت. بيقول لك وذ الووكينج يعني بيجي مع المشي، ريليف وذ الريست يعني بيجي مع المشي ويستريح مع الراحه، موضوع بسيط جدا. يقول لك بعد كده الكلوديشنز ده دكتور بيكون عباره عن ريست بين اسوشيتد وذ البيلنس. بيقول لك يعني ده معناه ان هو ما فيهوش الم لو انت استريحت يعني. بيقول لك بعد كده في كولدنس، هيبقى في بروده كده، او كاف سبازم، هيبقى في كاف سبازم برضه او بروده على مستوى الكاف ماسل ديورنج السليب او ويك البيشنت. يعني لما البيشنت يصحى من النوم يحس ان هو في سبازم كده في رجليه، في السبازم اللي بيجي زي لعيبه الكوره ده، وانت يجي لك لو عملت مجهود كبير او وقفت على رجليك كتير طول اليوم. وممكن برضه تلاقي في كولدنس، في بروده كده في الطرف بتاعك. تمام كده. لا يا دكتور يعتبر ان احنا خلصنا كان محاضره هيموبتسيس وهيماتيميسيس. هيموبتسيس دي ابر من حاجه من فوق، يعني انت بتكح دم، لكن هيماتيميسيس ان انت بترجع دم. تمام كده الحمد لله نكون خلصنا المحاضره. وبيقول لك تعالى كده نقرا شويه التفاصيل اللي موجوده معانا. بيقول لك دي كيس مثلا ومحلوله ملناش دعوه بيها، المهم بس خلينا في الايه في الاسئله المهمه. وات از ديزني؟ ايه هي الديزني يا دكتور؟ قال لك تعالى كده نشوف فين الديزني يا دكتور. والله اجابتها شورتنس اوف بريس. بيقول لك بعد كده ايه هي الاورثوبنيا؟ قال لك الاورثوبنيا دي يا دكتور بتكون عباره عن ايه؟ بريثلسنس وايل اللاينج داون، يعني هو نايم على ظهره تجيله الاورثوبنيا. بعد كده بيقول لك باراكسيزمال نوكتورنال ديزني يوجوالي افتر الايه البيرسون فول اوف سليب. قال لك فعلا يا دكتور ايه الاجابه دي اجابه صحيحه، موضوع صح. لما يجي ينام كده بعد ساعتين ولا حاجه يقوم ويصحى. بعد كده بيقول لك the breathlessness in the patient with severe heart failure usually improves when the person has lie flat. بيقول لك ده معناه اللي هو فعلا لما يجي ينام على بيلو والكلام ده كله. قال لك غلط طبعا يا دكتور. ايه معنى الكلام ده؟ ليه يا دكتور قلنا الكلام ده غلط؟ قال لك الكلام ده اجابته غلط لان اول حاجه بيقول لك ده في بريثلسنس بيجي مع سيفير هارت فيلير. بيقول لك بيتحسن يا دكتور، خلي بالك من الكلام، بيتحسن لما العيان ده يجي ينام فلات. قال لك لا طبعا يا دكتور، هو بيسوء لما العيان يكون نايم فلات، وبيتحسن لما العيان ده يقعد ابر رايت ب 90 درجه زي ما قلت لك من شويه. تعال بس نرجع لها سريعا. قال لك اهو 90 درجه بالظبط يا دكتور، هو عمل ال 90 بالظبط علشان يحس بالايه بالراحه. يبقى بالتالي غلط طبعا الكلام المكتوب من هنا. ما ينفعش ان انا اقول ان هو بيتحسن لما يبقى نايم على ظهره، وهو بيسوء لما ينام على ظهره. تمام يبقى person lies flat in the bed without pillow. قال لي لو قال لي على فكره with pillow ممكن اعتبر العباره صح، ان هو نايم على مخده فقرب من ال90 ممكن اقول صح، بس هنا without pillow تاكد عليا 100% العباره غلط. بعد كده دكتور بيقول لك سؤال كويز 5. بيقول لك بعد كده ديزنيا از ازمه او ازماتيك بيشنت از اوفن اسوشيتد ويز الويزنج. بيقول لك هل الازمه دي لها علاقه بالويزنج؟ قال لك يا دكتور الازمه فعلا لها علاقه بالويز، قلنا قبل كده ان العيان كان عنده ويز في الكيس، صح ولا لا؟ مش مصدق؟ تعالى كده نجيب كلمه الويز، تعالى نشوفها كده سريعا. اهي يا دكتور ويزنج، نبدا نبحث عنها. تعالى كده انا هجيبها تمام، بس اهي كده ويزنج يا دكتور، هنبدا نجيبها. ويز وحدها كده غالبا هتيجي اهي فعلا يا دكتور هتيجي معانا. استنى كده اهو، بص يا دكتور ازاي. قال لك اسوشيتد سيمبتومز مع الكاردياك. قال لك في ويز، هنشوف احنا ما علمناش عليها فنخلي بالنا منها. ويز والديزنس والكف كل دول موجودين يا دكتور مع الاكزيرشنال بين. تمام اللي هو الاكزيرشنال ديزنيا اللي هي برضه بتيجي بسبب مين؟ بسبب ايفورت، بسبب الكاردياك بروبلم. تمام هل مكتوبه في اي اماكن تاني؟ قال لك يا دكتور موجوده طبعا في الكيس او موجوده هنا طبعا يا دكتور. قال لك اهو لا ده هنا غلط فيك هنا مش تبعنا. قال لك اهو دكتور الكف والويز زي ما انت شايف اهو، في عنده فعلا كف ويز، وده اللي خلاني قلت ان ده كاردياك ازمه. تمام كده جبنا كذا دليل ان الاجابه فعلا صح. تمام
طيب بيقول لك بعد كده يا دكتور النورمال ريسبيراتوري ريت في الادلت، بيقول لك من حد ايه، من اول زي ما قلنا كده قبل كده، من اول 8 لحد 16 ده النورمال بالنسبه للادلت. كده الحمد لله نكون خلصنا يمكن واحده من اكبر المحاضرات الموجوده في المنهج. ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا نكمل اللي كان فاضل لنا في المحاضره الثانيه للدكتور خالد. يبقى دي كده كل الاسئله اللي احنا عدينا عليها في المحاضره دي طبعا كانت لازم اكون كونفيدنت، ما اخدش علشان ما اخدش رايت ديسيجن بشكل غلط يعني. بيقول لك but will take right decision، يعني انا اكون واثق في نفسي 100% واخد الرايت ديسيجن، اخد القرار الصحيح، الاثنين يكونوا مع بعض. بعد كده هنا قلنا شيست ديسكomfort، هنا قلنا كاردياك اللي اكيوت كوروناري سيندروم، وهنا قلنا الديزني اللي هتبقى فولس، والكويز طبعا اللي قلنا عليه ان هي كلاسيفيكيشن جريد 3، خلي بالك هنا كان فولس ان هو البريسلسنس مش سبيسيفيك، وبعد كده انها 3 ان سيفير طبعا. وبعد كده ايه الكويز بتاعنا اللي هو كان هارت كاردياك طبعا، هارت فيلير وذ البراكسيزما نوكتورنال ديزنيا. هنا طبعا الكويز اللي احنا حليناه دلوقتي السبع اسئله كلهم بالحل طبعا اللي انت ايه شايفه ده كله. الحمد لله كده نكون خلصنا المحاضره دي كلها كده. فدعواتكم بقى لنا بالتوفيق يا دكاتره، والسلام عليكم.